امثالنا النهارده: اللي يقول لمراته يا عوره يلعبوا بيها الكوره، جوزها يحبها عافيه، واهله يحبوها غنيه، وجيرانها يحبوها سخيه. بنت الرجاله استعانت، وبنت الاندال اتغطت ونامت، والدلاعه يا عوجه في السنه السوداء. دي امثالنا ازاي هنطبقها في حياتنا الاسريه والاجتماعيه، هنشوف سوا. انا فريده مع برنامج مع فريده، وربنا يهدي سرك. اول مثل معانا النهارده: اللي يقول لمراته يا عوره يلعبوا بيها الكوره. بيرتبط المثل ده باللي بيعاير مراته وبيقول لها يا عوره. يا عوره دي كنايه على قله النظر، او مش بتشوف كويس. هيخلي اللي حواليهم يلعبوا بيها الكوره، والكوره دي برضو كنايه، لان الكوره دايما بتتلعب بين رجل لرجل. بيهزقوها، بيقلوا قيمتها، لان جوزها اللي المفروض يشيلها على دماغه بيهزقها، بيقلل قيمتها. فاحنا هنعمل زيه. طب هو في رجاله بتعمل كده؟ للاسف في رجاله بتعمل كده، ورجاله كتير كمان. هو ما احترمش مراته لا بالقول ولا بالفعل، خلى ان كل الناس اللي حواليهم يشوفوها قليله. هو قل قيمتها قدام الناس، حتى القريبين من، حتى لو كانت مامتها او باباها او اخواته او اهله. كل ده بيقل قيمه الست قدام الناس. زي الناس اللي بيقول لك ايه: اذا كان رب البيت بالضفر ضاربه. يعني اذا كنت انت بتهزق مراتك، احنا مش هنهزقها. يعني انت بتشتمها وبتهينها، فقلت من نظرنا، بقت لعبه، بقت كوره في رجلينا. هو راجل مش ابن اصول، لان ولاد الاصول ما بيعملوش زوجاتهم كده. ابن الاصول المتربي اللي طالع من بيت اصل بيحترم مراته وبيحطها على دماغه. حتى لو غلطت ما بيشتكيش غير لمامتها او باباها، ده لو اشتكى، لانه بطبيعه الحال بيشتكي لها هي نفسها: حبيبتي ما تعمليش كده عشان كده بيزعلني، حبيبتي ما تقوليش كده علشان ده ما يصحش، علشان هو ابن اصول. ابن الاصول اللي متربي طالع من بيت اصل، شاف باباه بيعامل مامته ازاي، شاف مامته بتربي اخواته ازاي، شاف احترام الست موجود في البيت صغيرة او كبيرة. عشان كده اتربى وكبر في بيت الاصل اللي بيحترم الستات. ابن الاصول اللي متربي معاه زوجة بيعاملها على انها في الاول وفي الاخر اخته. زي ما بيرضاش على اخته ان جوزها يهينها، ما يقدرش يهينها. زي ما بيرضاش على اخته ان جوزها يهزقها او يضربها او ينكد عليها، بيعامل مراته بنفس الاسلوب، لانه ابن اصول ومتربي. عشان كده انا دايما بعنادي باختيار الاصل وبيت الاصل في اختيار الزوج او الزوجه كاولى اولويات الجواز، قبل الفلوس، قبل التعليم، قبل المركز الاجتماعي، قبل اي حاجه. دور على بيت الاصل اللي متربي فيه البنت او الولد اللي هيطلع زوج او زوجه ولاد اصول. ابن الاصول حتى لو ما حبش مراته مش هيهينها، حتى لو ما حبش مراته هيحترمها، لانها في الاول وفي الاخر بالنسبه له ام ولاده وفي وشه، ومراته اللي هي احترامها من احترامه. عكس المثل بالظبط: اللي يقول لمراته يا هانم يرقصوا لها على السلالم. المقصود بالمثل اللي رايح جاي يعظم في مراته: لا انا بخاف على زعلها، لا انا ما اقدرش ازعلها، لا انا بجيب لها اللي هي حاططها فوق دماغه. يرقصوا لها على السلالم ان هي من كتر ما هي هانم، فهم فرحانين ان الهانم جايه تزورهم، فبيقفوا يرقصوا لها على السلم تحيه ليها. شوفوا وصلت لايه؟ شوفوا هو معزز مراته ومخليها فعلا هانم، لدرجه ان هم
بيبقوا مبسوطين بيرقصوا لها على السلم علشان خاطر هي جايه بس تزورهم. يعني يوم ما تحترم مراتك وتقدرها وتشيلها على دماغك هتلاقي كل الناس اللي حواليك بيعاملوها بنفس الطريقه. اوعى تفتكر ان انت لما تهزق مراتك او تقل منها او تعلي صوتك قدام الناس عليها ان انت كده الراجل الشديد القوي اللي مفيش منك اتنين. بالعكس، قبل ما يهنوها ويقللوها من نظرهم انت بتقل من نظرهم، لان مفيش راجل محترم بيهين مراته قدام الناس ولا بينه وبينها. حتى عملت حاجه زعلتك وزعلت منها، خد جنب وازعل وبعدين استناها لما تيجي تصالحك وعاتبها. انما تعلي صوتك وتهزقها وتقل قيمتها مش ابن اصل. احب اقول لك ان انت بتصغر في عيون الناس جدا، مش انت بس، انت واللي ربوك، لان بيبقى اكيد انت تربيتك او انت طالع من بيت معرفش معنى الست، بيت معرفش يربيك، بيت فعلا مش بيت اصول. لان الشهامه والرجوله مش بالصوت العالي ولا بقله الادب ولا بالزعيق ولا بالشخط ولا بالنطر. الراجل باحترامه لنفسه واحترامه للي حواليه حتى هم لو هنوم، حتى هي لو عملت حاجه غلط في وجودك انت بس بص لها كده، عرفها اللي هي قالته او اللي هي عملته غلط واسكت. هتلاقيها هي اللي انت لما روحتوا البيت بتقول لك يا حبيبي انا اسفه والله انا ما كنتش اعرف اللي انا قلته ده وحش، بس انا عرفت ان هو ضايقك لما بصيت لي. انما بقى مش وسط الناس انت ايه اللي قلتيه ده، انت حماره، انت ما بتفهميش، انت بتجيبي الكلام ده منين. ايه ده ايه ده. بس للاسف كتير موجود كده، كتير موجود كده. يبقى الراجل الصح اللي يقول لمراته يا هانم، والراجل اللي اي كلام اللي يقول لها يا عوره. طب انا كست في بدايه جوازي عايزه ابقى هانم، حتى لو هو اثر في حقي وما خلينيش على راس الكل وما خلينيش هانم في نظر الكل. بيقولوا لك جوزك يحبك عافيه وجيرانك يحبوكي سخيه واهله يحبوكي غنيه. ايه ده؟ اه. واحده بنت سالت مامتها قبل الجواز يا ماما انا عايزه ابقى ست الستات في بيتي، مش عايزه حد يدوس لي على طرف، عايزه ابقى دايما على راس الكل. قالت لها المثل ده جوزك يحبك عافيه. ايه ده عافيه؟ يعني انا مش هضرب في الناس؟ لا. مش لما تيجي تطبخي طبخه تروحي جاري تنامي على السرير وتقولي اصل انا تعبانه. مش لما تيجي تروقي ترويقه ولا تمسحي مره ولا تروحي مشاوير السوق ولا تجيبي طلبات البيت ترجعي تقعدي يومين على الكنبه مش قادره تتحركي. لا. جوزك يحبك عافيه انه مش كل لما يدخل من بره تقولي له اصل انا تعبانه. لا، هو عايز يدخل من بره يلاقيكي منوره، خلصتي شغل البيت كله، دخلتي خدتي شاور ولبستي حاجه حلوه وقاعده مبتسمه وقاعده مستنياه، مش قاعده مقرطه له شعرك وربطه له القرطه ومكشره ومبوزه وريحتك زفت وهدومك زفت وقاعده تقولي له اه يا جنبي اه يا ظهري. هيدخل من البيت كل مره يخليكي بالمنظر ده؟ تخيلي انت بقى الست الاولانيه اللي هي واخده الشاور وقاعده منتظره جوزها، والست اللي قاعده رابطه راسها وقاعده عماله تقول له اه يا جنبي. يحبها عافيه، يحبها عافيه انه وقت ما يغدر بيه الزمن يسيب شغله يتحوج يتداين يلاقيها في ظهره. حبيبي هنقلل مصروف البيت وانا همسك ايدي على قد ما اقدر، حبيبي انا معاك وفي ظهرك انزل اشتغل وانا هخلي بالي من الولاد. انك تبقي عافيه انك تبقي ظهر ليه وسند في مشكله حصلت له، في ازمه هو فيها، في دين وقع فيه، يحس ان وراه ظهر اللي هو انتي، قبل ظهره ما يكون ابوه او اخوه او عمه او حد من قرايبه او حد من اصحابه، ظهره مراته. انك تبقي عافيه انك تقدري انك تربي ولادك صح
وان يبقى اولادك وولاده متربيين على الاصول يتباهى بيهم في وسط الناس. اتحملتي مسؤولية التربية وطلعتي ولادك صح. انك تبقي عافية انك تعرفي تديري بيتك وتديري المصروف وما تخليهوش محتاج حاجة ولا الولاد محتاجين حاجة بالمصروف اللي هو مديهولك. ست بيت صح عافية. هنا جوزك حبك لانك عافية، واهله يحبوكي غنية. غنية ازاي؟ انا دايما معايا فلوس. يحبوكي غنية لسببين. اول سبب لان دايما الام بتحب ابنها قوي حتى بعد الجواز، مش عايزاه يصرف كل فلوسه عليكي، بتبقى عايزة تحس ان انت شايلة من على قلبه شوية في المصاريف من كتر حبها ليه. تاني حاجة ان انت تبقي غنية عليهم. في مناسبة بتجيبي لهم هدية حلوة، في زيارة بتجيبي لهم حاجات حلوة، في فرح، في المهم ان هم يشوفوا عزك عليهم برضو. هداياكي والفاكهة اللي بتدخليها والحلويات اللي بتجيبيها، وبتساعدي او ساعات في جهاز اخته. يشوفوا فلوسك يحبوكي، وجيرانك يحبوكي سخية. يعني ايه؟ يعني بتعملي طبخة بتدي لهم منها طبق، هدوم بتقدم عندك او بتضيق بتديها لهم، في مناسبة عنديهم بتجيبي لهم هدية، ايديكي فرط عليهم يحبوكي. طب لو ربنا بقى رزقك بعيلة ما يعلم بيها الا ربنا، بيحبوكي بس عشان ايدك ممدودة ليهم بالهدايا والخير. بيحبوكي بس علشان انت غنية، عشان ايدك ممدودة ليهم، ويوم ما بيقل خيرك عليهم يتغيروا عليكي، تحسي ان تقديرك عندهم قل، ان احترامك عندهم قل. بعد ما كانوا كل البيت بيقف عشان يخدمك وانت قاعده، اللي تجيب لك فاكهه واللي تعمل لك قهوه واللي تجهز لك، لا دلوقتي تلاقيهم قاعدين وانت جيتي وقعدتي مستنيه تشربي فنجان القهوه بتاعك. يا ماما هو ما فيش حد يعمل لي قهوه؟ قومي يا حبيبتي اعملي القهوه جوه عندك والسكر لو انت محتاجه قهوه. ما هو خيرك قلل، ايدك اسرت. اه بقى لو الاهل دول اللي هم اصلا قلالات الاصل، ما هم مادام عملوا كده يبقى هم قلالات الاصل، يبقى جوزك طالع من البيت ده يبقى هو قليل الاصل، يبقى هو من الرجاله اللي بتقول لزوجاتهم يا عوره، بس انت كنت مسكتاهم بايدك الممدوده ليهم بالخير والفلوس والهدايا، بس كلهم في الاصل قلالات اصل. هتعملي ايه؟ بيقولوا اللي من بيت الرجاله استعانت، واللي من بيت الاندال اتغطت ونامت. بيرتبط بالمثل بالبنت اللي من بيت اصل، اللي اخواتها او باباها موجودين ليها في ظهرها وسندها لاي حاجه تزعلها. يعرفوا يجيبوا لك حق كويس من اي حد مش يقدرك، يعرفوا يجيبوا لك حق كويس من اي حد ما يحترمكيش، يعرفوا يجيبوا لك حقك كويس لو اي حد داسلك على طرف. بيت الرجاله اللي دايما في ظهرك، اخواتك، باباكي، عمامك، خلانك، ما يحملوش عليكي الهوى، لانهم رجاله عارفين قيمتك من بيت اصل، وما تتهنيش ولا تتذلي ابدا من ولاد عدم الاصول. اللي طالعه من بيت الرجاله بيخافوا منها، لانهم عارفين ان وراها رجاله لو هم قصروا معاها هيظبطوهم صح. يبقى بنت الرجاله استعانت برجالتها، استعانت بظهرها وسندها اللي يعرفوا يجيبوا لها حقها، اللي يخلوها ما تنامش يوم دمعتها على خدها من ظلم او قهر من حماتها او اخت جوزها او جوزها نفسه شخصيا. واللي من بيت الاندال اتغطت ونامت. المقصود هنا مش الاندال اللي هم جايين من الندالة والخسة، لا، قصدهم اللي ما يعرفوش يجيبوا حق بنتهم،
اللي عندهم معلش يا حبيبتي طيب طنشي خلي المركب تمشي، هتعملي خناقه وهنمسك في بعض، ابلعي كلمتين وعديهم. طبطبة على الفاضي. هي راحت اشتكت، هما طبطبوا، هي روحت عيطت ونامت. لا هما بتوع مشاكل ولا عارفين يجيبوا لها حقها، وهي طبعا متهانة ومظلومة ومقهورة ومش عارفة تاخد حقها، فالدنيا كلها بايظة، دايسين عليها بالجامد. جوزها بيهنها واهله مرمطينها واهلها بيقولوا لها عيشي وطنشي. تعمل ايه بقى الغلبانة دي؟ الغلبانة دي تتدلع. تتدلع، بقولك متهانة ومضروبة ومقهورة ومظلومة ومشتومة، في ايه تتدلع ازاي؟ اتدلعي يا عوجة في السنة السوداء. المقصود بالمثل ده العوجة هنا الوحشة، اللي مفيش مكان لدلعها اصلا، انت عوجة يعني وحشة، فيكي عبر الدنيا، بتدلعي ازاي في السنة السوداء دي سنة سوداء لما العوجة تدلع علينا. ده المقصود بالمثل. بس بقى مش انتوا بتهنوني، مش انتوا بتضايقوني، مش انتوا بتقدروني، مش انتوا بتعيطوني، ولا هاممني، هتدلع واتبغدد بمزاجي، سودا وعوجة وهتدلع. لو ماليش جوز يجيب لي حقي، لو اهله بيهنوني ومرتبني، لو ما عنديش اهل يجيبوا لي حقي، انا هعرف اجيب حقي بمعرفتي. اهانوكي، ضايقوكي، شتموكي، قالوا منك، اتدلعي. والله الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها، وانا واحده متربيه وما بحبش ارد على اللي اكبر مني. ماشي، افقعي مرارتهم، هما بيعملوا كده عشان يضايقوكي، بس انت اتدلعتي ولفيتي الكلام وخبطتيهم هما في الحيط. جه هو عمل ذكر عليكي وسط الناس، انت بتتكلمي ازاي كده، انت ما بتفهميش، قومي فزي هاتي مش عارف ايه. قولي له حاضر يا حبيبي. عموما انا من بيت اصل، واهلي ربوني ان انا احترم جوزي حتى لو هو مش محترم، واهله ما عرفوش يربوه. كده كده هيشتمك، هو كده كده بيشتمك وهنا بيشتمك، بس انت اتدلعتي وخبطتها له في دماغه. اتدلعي يا عوجه، عندك اهل ما بيعرفوش يجيبوا لك حقك، هاتيه انت بلسانك. كل مره بتروحي بيتك بتضغطي وتنامي ودمعتك على خدك وحاسه بالظلم والقهر. لا انا هوقف ده بقى دلوقتي، واللي يضايقني بكلمه هضايقه ب10، اللي هيعمل موقف يضايقني هضايقه ب10. وبدل ما انا اللي انام متضايقه ومقهوره ومظلومه ودمعتي على خدي كل يوم، هخبط لهم الطبليه في وشهم بالمكرونه بالملوخيه وانام انا مبسوطه ومرتاحه. وكده كده انا اصلك بتهزق، يعني انا كده كده جاي عليا، كده كده بيهزقوني، كده كده بيقلوا قيمتي، تمام، وبنام متضايقه. لا انا خلاص بقى، هم لما يقلوا قيمتي انا هقل قيمتهم، ما انا كده كده بتشتم، فاتشتم لما اشتمهم احسن ما انا اتشتم وابلع بشتمتي وانام. وصلت اللي انا عايزه اقوله؟ هو كده كده بيهزقني، طب ما انا كمان اهزقه، ما هو كده كده بيهزقني، فبدل ما اتهزق وابلع تهزيقي وانام، لا انا هو هيهزقني وانا ههزقه وهقل قيمته وهتدلع علشان انا عوجه وهنام مبسوطه. ما انا كل يوم بنام مهزقه ومظلومه، لا المره دي بقى انا هنام مهزقه ومتهزقه وهنام مبسوطه. حبايبي، نصيحتي كل مرة أنا بقولها، اختيار الزوج واختيار الزوجة لازم يكون من بيت أصل. الراجل اللي من بيت أصل ومعهوش فلوس أحسن كتير من الراجل الغني ومش من بيت أصل. اللي معهوش فلوس مادة، انما هتلاقيه بيحترمك وبيقدرك وشايلك فوق دماغه، والمعروف اللي بتعمليه معاه وصبرك معاه وعيشتك معاه مع ضيق الحال هيخليكي فوق راسه ويقولك يا هانم.
واللي معاه فلوس ومش من بيت اصل، مش متربي، هيهينك ويذلك ويظلمك ورغم ان العيشه مرتاحه، وهيقولك يا عوره. لو ربنا وقعك في اللي مش من بيت اصل، اوعي تستهيني بحقك. حقك لو انت من بيت رجاله صح هيجيبهولك، ولو من بيت مش بيحب المشاكل وعايزك تعيشي والعجله تستمر، هاتي حقك بلسانك واركبي الكل، وما تخليش حد يهينك ولا حد يجي عليكي ولا حد ينيمك معيطه، وان شاء الله ربنا يهدي سرك. مع فريده ربنا يهدي سرك. امثالنا النهارده اللي يقول لمراته يا عوره يلعبوا بيها الكوره، جوزها يحبها عافيه، واهله يحبوها غنيه، وجيرانها يحبوها سخيه. بنت الرجاله استعانت، وبنت الاندال اتغطت ونامت، والدلاعه يا عوجه في السنه السوداء. دي امثالنا ازاي هنطبقها في حياتنا الاسريه والاجتماعيه، هنشوف سوا. انا فريده مع برنامج مع فريده، وربنا يهدي سرك.